خبر عاجل: الابتزاز وترويج المخدرات يجري 8 أشخاص للاعتقال بفاس. إذا كالعادة قبل أن نمر للتفاصيل المرجو دعمنا بلايك لكي يصل هذا الفيديو لأقصى حد ممكن وتعم الفائدة على الجميع، وشكرا. تمكنت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني يوم أمس الأحد 15 يناير الجاري من توقيف 8 أشخاص من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهم بشبكة إجرامية تنشط في ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية وتحصيل مبالغ مالية عن طريق الابتزاز. وأفاد بلغ المديرية العامة للأمن الوطني أن المعطيات الأولية للبحث تشير إلى تورط المشتبه بهم في ترويج مخدر الحشيش والأقراص المهلوسة بمدينة فاس، علاوة على ممارسة الابتزاز في حق التجار بالسوق النموذجي السعادة، وكذا تحصيل مبالغ غير مستحقة من سائقي السيارات والدراجات النارية بدعوى السماح لهم بركن مركباتهم بمرائب متواجدة بالشارع العام بحي السعادة. وأشار البلاغ ذاته إلى أن الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية مكنت من توقيف مشتبه فيهم متلبسين بحيازة وترويج المخدرات، حيث أسفرت عملية التفتيش المنجزة عن حجز سيارة نفعية تحمل 15 كيلوغرام من مخدر الحشيش وجرعات من مخدر الكوكايين، علاوة على مجموعة من الأقراص الطبية المخدرة وقنينة المشروبات الكحولية وأسلحة بيضاء.